عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية وسلامة. هاليوم ان شاء الله راح اسوي لكم وصفة الشيخ محشي او محشي الباذنجان. راح تشوفوها وصفة كلش حلوة وكلش لذيذة، احنا هنا بالعراق كلش نحبها. اسويها وان شاء الله تعجبكم. هسه نشوف الوصفة وطريقة العمل. المكونات اللي راح نستعملها بوصفتنا لهاليوم اللي هي شيخ محشي. عندي رز تمن مغسول منقع، عندي الباذنجان محفور ومغسول مكمل حافرته، هنا عندي كرفس، وهنا عندي بصل مفروم فرم ناعم، وهنا عندي لحم. طبعا المقادير والكميات مال الرز ومال الباذنجان ومال اللحم كل على عدد افراد العائله، يعني حسب الكميه اللي تريدين تطبخينها انت، ما محدده بمقادير. انا بالنسبه لي هاي المقادير مالتي اللي راح اسويها طبختي لهذا اليوم. هسه راح اشوفكم الخطوه الاولى اللي هي انه راح اخلي حبايبي طبختنا لهذا اليوم طبعا بيها هواي خطوات، يراد نرتب خطواتنا ونعدلها لان بصراحه بيها شغل كثير. اول ما راح ابلش باللحم، راح احمسه شويه. احمس اللحم مجرد ما يذب ميه يروح اللون الاحمر منه اطفيه، لان هو اعتيادي راح ينطبخ مرة الله. بس انا هسه مجرد ما احمسه شويه خلي ملح، اللحم. بايب هسه بهاي الاثناء راح اسوي الصلصه اللي اخليها الشيخ محشي مالتي. اخلي شويه زيت، راح اخلي البصل المبروش اللي قلت لكم عليه هذا مال صلصه طماطه، شوية ثوم مهروس، شوية بهارات، شوية كزبرة. هسه أنا بدي أحضر صلصة الطماطم اللي أخليها على الباذنجان المحشي. راح أحمس الثوم والبصل والبهارات بالزيت، خلي شوية معجون مو كثير لان انا راح اخلي صلصة معجون، بس تعرفون صلصة ما تنطي يعني لون كلش فوق مثل المعجون، راح اخلي خاشوقة اكل معجون. هسه راح اخلي الصلصة مثل ما تعرفون الصلصة عندي ثخينة، فراح تحتاج تقريبا كوب مي. هاي الصلصة مالتي تعتبر كملت، اتركها بهالمرحلة الى ان تتسبك وتفور عندي، وبعدين ارجع لها استعملها. بايب هاي اللحم عندي كمل وتحمس، حولته نقلته بهاي حتى اسوي الحشوه مالتي مال الباذنجان اللي احشي بيها. هذا اللحم وهذا الرز، ما راح اخلي كل الرز لان كثير ممكن هذا يطلع. كل ما الرز اقل كل ما تكون الطبخه اطيب.
هسه اخلي الكرفس والبصل. هسه اخلي البهارات مالتي والثوم. هسه اخبطهم كلهم. هسه خليت معجون طماطم وخليت صلصة طماطم على الحشوة اللي عندي. طبعا اللون اللي تحبون انتو، يعني لون الصلصة ايش قد يطلع بيه، احنا نحبه على احمر شوية، فازيد اكثر الصلصة مالته اني. هو طبعا محشي باذنجان الشيخ محشي، كل ما تطلع الخلطة الداخل بطنها حمرة كل ما يطلع اطيب. شفتوا شوية طبخة بها أكثر من خطوة، بس هي كلها على بعضها سهلة. يعني تحضرون الصلصة أول مرة وتخلوها على جهة، صلصة طماطم، وتحضرون اللحم وتحمسوه وتخلوه على جهة، وتخلون وياه هاي الخلطة اللي هي الرز والبصل والثوم والكرفس. وبعدين نوصل لمرحلة هسه نجي على الباذنجان اللي هو محفور. الباذنجان اللي هو محفور راح اخذ شوية قلية خفيفة، قلية خفيفة بالدهن، بس مجرد اشوحها بالدهن واطلع عليه انه حتى اضمنه يستوي كامل. اللي حاب يسوي الباذنجان بالمايكرويف. طبعا احب اقول لكم هسه كملت هاي الحشوه، احب اقول لكم لحد هاي الخطوه هذا طريقه الحشوه وتحضيرها ترهم كافه انواع المحاشي. يعني تقدر تحشي بيها فلفل، يعني فلفل اخضر او فلفل احمر، فلفل الوان بارده. تقدر تحشي بيها بوتيتا، تقدر تحشي بيها الباذنجان، يعني ترهم كل انواع المحاشي. فهاي الخطوه الاولى مثل الخطوه مال تحضير الحشو راح تكون ثابته للكل. اللي يختلف هو راح يختلف الشيء اللي نحشيه، اللي هو سواء كان فلفل او كان باذنجان او كان بوتيتا. هسه ورا ما خلصنا وانتظرنا الباذنجان يبرد، مثل ما تشوفون اخذته يعني قليه كلش خفيفه تشويح بالدهن بس حتى يذبل، لانه ما اضمن انه هو راح يستوي كله، يعني راد له وقت حتى يستوي. تعرفون انا كل شيء عندي مستوي، فبس مجرد ذبلته. هسه احاول احشيه واخليه بجدريه واخلي الصلصه فوقه. هسه تشوفون طريقه الحشو. حبايب هاي الجدريه اللي راح احشي بيها الباذنجان، هاي الجدريه مالتي. هذا عندي الباذنجان بعد ان برد. نسيت اقول لكم هاي السداده انا مذبيتها من حفرت الباذنجان حتى اسد بيها الباذنجان، هاي بقيتها. هسه راح احشي الباذنجان واصفها بالجدريه مالتي. طبعا ما اترسها 3/4 تقريبا اخلي بيها حشوه، لان تعرفون التمن راح ينفش داخلها، فما اريدها تكون قويه بحيث ما تستوي. بعد ان حشيته وخلصت حشو راح ادير عليه الصلصه مالتي. بسم الله. اخليه على الطباخ على النار يستوي وارجع لكم ان شاء الله. بهذا الطبق المحشي بعد ان كمل واستوى طلع بهالشكل كلش حلو كلش لذيذ. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم يا ربي، واتمنى تعجبكم هاي الوصفه. واذا عجبتكم حبايبي لا تنسون سووا لي اشتراك بالقناه وتسووا لي لايك للفيديو، ولا تنسون مشاركه الفيديو مع احبابكم واصدقائكم. ويا رب تعجبكم الوصفه وتطبقوها، ونلتقيكم على خير بوصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.